السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شباب؟ معنا اليوم مباراة كتير خرافية لعبت من قبل فراميس صاحب قناة العربية للشطرنج. لو أنت من الناس اللي ما بيعرفوا فراميس ففاتك نص عمرك، لأنه فراميس هو أفضل معلق على مباريات الشطرنج، وهو الملقب بالحنجرة الذهبية. فعنده تعليق رهيب جدا، والأجمل من التعليق والروح الكوميدية عنده هو ستايل لعبه. وعنده هو بعتبره كنز من المعلومات، هو لاعب وممكن تحكي معلق نادر جدا ما تشوفه، فهو كنز من المعلومات وستايل لعب جدا رهيب. فأنا بنصحك إنه تروح تتابع قناته على اليوتيوب، الرابط بالوصف. خلونا نشوف هالجيم. هذا الجيم كثير كثير خرافي، وأنا بصراحة جبت هذا الجيم لأنه فراميس صار عمره 39، فاحكوا له بالكومنتات كل عام وأنت بخير. امبارح كان عيد ميلاده، فاحكوا له كل عام وأنت بخير، الله يطول بعمرك. إن شاء الله كل سنة أنت معنا، يعني احكوا له هاي الأشياء الجميلة. واشتركوا بقناته، الرابط بالوصف. وفوتوا تعالوا نشوف الجيم. بلش الجيم دي 4، دي 6 نات على سي 3، طبعا فراميس في القطعة البيضاء. جي 6 اي 4 ونات على الاف 6، هذا بسموه البيرك ديفنس. بيشوف على الاي 3، سي 6 وكوين على دي 2. هلا بعد بيشوف على الاي 3 وكوين على دي 2. واضح نوايا الابيض انه بيت على جناح الوزير ويبلش هجوم اتش 4 اتش 5، ويبلش هجوم على جناح الملك. فسي 6 هون حتى بتورجيك قديش فعلا اللاعب الاسود ما انه لاعب ضعيف، يعني لاعب قوي. سي 6 منها هدفين، انا يا بلعب دي 5 يا بلعب بي 5. بستنى لو خصمي لعب كوين على الدي 2 فخلص هو بده يجنح الوزير، فعلى طول انا بلعب بي 5. هالشي شفناه بمباراة توبالوف ضد جاري كاسباروف، اللي ما شافها يروح يشوفها. بي 5 هون لعبت، بشوف على الدي 3 نات بي على الدي 7 نات على ال 3 نات على الجي 4. بدي اخذ الفيل هذا الاسود. هلا الفيل الاسود مهم لأنه عادة هو بيجي على اتش 6 على أساس يخلص من هالمدافع، وبعد هيك يعني تصير اتش 4 اتش 5 قوية. فهو ما عطى الفيل، اجى بشوف على جي 5. بي 4 هات الحصان، نات على ان اي 2، كوين على البي 6، الوزير طالع من الدي 8، بيجهز انه يلعب اي 5 واي 4 نفس ما حكينا، هجوم على جناح الوزير. اتش 3 هات الحصان، نايت جي اف 6، ما بدي اعطيك الحصان. تبيت قصير من فراميس، تبديل تكتيكي بالخطط، لانه شاف انه بي 4 واي 5 ممكن يكونوا خطيرين عليه. تبيت بيشوف على الجي 7 وبيشوف على الات 6، بيستمر بالخطة والمشروع القومي تبعه، لأنه هون أنت هدفك إنه تكسر الفيل هذا، وبعد هيك تلعب اتش 4 اتش 5 ويكون عندك فرص هجومية. فبيت هون اللاعب الأسود بيشوف جي 7، كينج تيكس جي 7 و اي 3. اي 3 أنا بدي آكل وأنت تاكل. وهدف من أهداف هاي النقلة إنه أنا فتت البادق، يعني البادق هاي كلها بتتفتت وبتصير أضعف، وبصير أنا عندي ضغط دائم على عمود ال A. فبي تكس A 3، روك تكس على ال A 3 و E 5. E 5 خبط الوسط، دي تكس E 5، نات تكس E 5، نات تكس E 5 ودي تكس E 5. تحكي لي يا غد وين الحلاوة بالجيم؟ كله تكسير كله تكسير. بحكي لك هلا صارت تكسيرات، وها ما ستايل لعب فراميس، لكن شاف انه هالشي بيعطي افضلية، انه صار هالبيلق ضعيف، صار هالبيلق ضعيف، صار هالبيلق ضعيف. لكن انت ما شفت شي لسه، حتشوف هلا اشياء وضربات تكتيكية شي فاخر على الاخر. كمل هون. كوين على سي 3 طالب البيدق، روك على الاي 8 حامي البيدق، روك اف اي 1 انا ضغط على طول هذا العمود، روك على الاي 7 حامي هذا البيدق، روك على الاف 5 طالب هذا البيدق، كوين على السي 7 حامي البيدق. واضح جدا انه بهالوضع الابيض هو اللي عنده المساحة وهو اللي ضاغط وهو اللي عنده الانيشيتيف. يعني هون انت كابيض انت اللي متحكم، الاسود كل نقلاته دفاعية. هو النقلة كتير كتير حلوة اللي هي نات جي 3. هلا نات على جي 3 انت بتشوفها نقلة عادية، لكن بتبين قديش زلمة فاهم شطرنج صح. الفكرة من نات جي 3 انه يجي نات على الاف 1، نات على الاي 3، نات على الاف 4، يضغط على هذا البيدق، لانه الحصان هون حصان مانو مشارك بالجيم. فكمل هون الجيم. نات على الاي 8، نات على الاف 1 بده يستمر بالخطة تبعته، واف 6. نات على الاي 3 بدي اجي على هذا المربع، بعد هيك ممكن انا اجي على الدي 6، ممكن اجي على البي 6. لكن الحصان هون يعني شفتوا شلون صار في مرحلة او صار في خطة تنشيطية للنايت. كوين على البي 7، بيشوب على الاي 6 بدي يكسر قطع، وهالتكسير من فائدة فراميس لانه هالبيدق على نفسه من الفيل تبعه. فكوين على الدي 7، روك على الدي 1. اول شي باخو تيمبو على الوزير. كوين على السي 7، بيشوب تيك سي 8، كوين تيك سي 8، وكوين على السي 5 هات القلعة. روك على البي 7، روك على الاي 6. هلا الفكره من روك اي 6 في فكرتين. اول شيء انا طالب هالبيدق، ثاني شيء انه انا ممكن اجي روك على الاي 1، وهالبيدق حيصير مضغوط عليه كثير. يعني هون مثلا روك على السي 7، بدي اورجيك انا الفكره انه هون لما اجي انا روك على الاي 1 هالبيدق ما بيندز. لكن هون فراميس ما راح لعب روك على الاي 1. هون فراميس لعب نقله، فراميس ستايل لعب نقله جدا رهيبه. وقف الفيديو وحاول انك تلاقيها لو كنت انت هون بالقطاع البيضاء شو بتلعب.
هون فراميس راح معطيكم نقلة روك تيكس على السي 6. يا سلام. هلا هاي النقلة فكرتها انه انا بدي ادخل الوزير على الصف السابع، بدك تاكل هون بكشك. فكمل هون الجيم روك تيك سي 6، كوين على الاي 7 كش، كينج على الجي 8، ونات على الجي 4. الخطة نات 6 كش، بعد هيك كوين على الاف 8 كش مات، نات على الجي 7، نات على الاتش 6 كش، كينج على الاتش 8، ونقلة علامة تعجب، نقلة ترفع على القبعة اللي هي روك على الدي 8 كش. يا سلام. هاي بتبين نقلة بسيطة، لكن ما أنا بسيطة أبدا. أنت لازم تلاقي التكملة الصحيحة، لأنه هون أنت مجبر إنك تاكل. فأكل نات على الاف 7 كش فورك، فأجاوب إنه يكتبوا على الجي 8. أكل نايت تيكس على الدي 8. هلا هاي القلعة مطلوبة، وغير إنه هاي القلعة مطلوبة في تهديد تاني إنه أكشك من الاف 7 وبعد هيك أكشك مات. فإجا هو هون روك سي سي 8، والضربة القاضية هون كوين اف 7 كش، كينج على الاتش 8، كوين على الاف 8 كش مات. فالله عليك يا فراميس، عن جد جيم جدا جميل صراحة. يعني لعبه بأقل يعني أقل سنتيبون لوس، بدقة جدا عالية ومستوى كتير كتير خرافي، وتكتيكات ما سهلة بصراحة. التكتيكين لعبون ما سهلين، وإن كانوا أفضل نقلات عند الإنجن. فبصراحة أنا كتير استمتعت بهالجيم. نتمنى لك يا فراميس التوفيق بحياتك، أو نتمنى لك حياة سعيدة وسنة جديدة سعيدة. بصراحة أنا كتير انبسطت إنه فتح قناة، أو يعني أعطانا جزء من المعلومات الضخم اللي عنده. هو من اللاعبين اللي فعلا يعني بيستاهل يلعبون جدا جميل نفس ما شفتوا. فهاي كانت الحلقة، أتمنى إنه أنتم تكونوا استمتعتوا فيها. لو أنت من الناس اللي ما لكم مشتركين بالقناة، اشترك بالقناة، اشترك بهاي القناة والقناة التالية وقناة العربية للشطرنج. شكرا على المشاهدة، نشوفكم إن شاء الله قريبا. تحياتي.